حلفت ندير لهم فيديو مطرطق اصلا تنقادوا هاد اللعبه هادي. ايوا مزيان، لا ماشي مزيان، مزيان هكذا، مزيان ايوا مزيان. السلام عليكم اخوان اخوات، سلام الله عليكم اجمعين. هيهاتي سميهات نشوفوا هاد الفيديوهات. ما كاينش فلاش هنا. شوفوا معنا السي مزوار وزير الخارجيه والتعاون اللي غيفك المشاكل ديالنا وديال الصحراء. هو قاعد ناشط هنا في سانتريجي الدوحه في الزياره الرسميه الملكيه. هو قاعد ناشط هنايا مع كرو مع البنات والتيتيز. ها هو الشمبانيا السي مزوار. شتي السي مزوار هو كيضحك. السي مزوار انا شويه غادي نمشي نسلم عليه. حيدو بليز انا حيدو. لا خليني نشوف المغرب فلوس المغرب فين كيمشي وديني. فلوس الشعب الملك مسكين. الهمة تا هو يا الهمة تا هو راه قاعد. المستشار ديال صاحب الجلاله قاعد كيضرب الكاس، كيضربوا في الشومباني. انت تحيه المملكه المغربيه. فؤاد الهمه راه مدركم مول القميجه يقولوا غا السياسه. انت السي مزوار. هو شوفوا معنا السي مزوار. مزوارو الحمه ولا الحمه، حيت قالها علي المرابط وقالها حتى النقيب محمد زيان الله يفك اسره. شوفوا معايا على حسب السبيه اللي كان عطاني، وفعلا انا كنأكد لك ان علي المرابط مع الحق، لان حتى انا دريس البصري قال لي بان سميته الحقيقي ماشي عادي الهمه وزادوا له فؤاد، لا سميته علي الحمى. هذه باش نتفاهموا. النظام اللي كيسيروا هذا علي الحمى ولا عادي الهمه اللي بغى يسمي راسو اللي بغى يسمي راسو فؤاد وعلي يرد عادي والحمى يرد الهمه، شغلو هذاك. لكن هذا النوع ديال الشخص وهذا النظام وهذا القرار ديالو انا ما متفقش معاه. واذا كان الملك مسند على ناس بحال هذا السيد هذا، ما كنظنش بان غادي يمشي بعيد فيما يخص بناء الدوله ديال الخير، بناء دوله يكون عندها مستقبل، بناء دوله فيها واحد الشبر ديال الحقوق على الاقل. اما صعيب نقولوا دوله ديمقراطيه. اليوم جيت غير فقط نوضح هذه القضيه، ممكن نصحوها، ممكن نوعيو بعضياتنا. دابا انا غنمشي معكم على قد العقل ديال بعض المغاربه الله يهديهم والخريج حتى مساكن. كنا كنقولوا لا الانتخابات هادشي كيحكمونا بدا وكنبيعوا الدمم و200 درهم وما باش كنديروا زعما راه انتخابات وبيع بنادم اصوات كتباع. هذه هي اللي معروفه بزاف. وكان ديما نلوموا الشعب انه هو اللي يتباع صوتو ما تصوتو ما تبوطو. سيدي انا معاك نقول سيدي دوك الناس هما اللي صوتو بوطو واخا، والمنصوري والماجدي والحمه الحمه فؤاد عالي ولا آية الحمه حتى هما صوتوا على المغاربه. ازولاي ماشي الحمه لا. بحال هادي انا حاسس بك، كتحس براسك انك حمار. انا عارف احساس صعيب. السلامة الشريف يلا فقتي. يعني هادو هما اللي حط الملك. اذا ماشي الملك مسكين اللي زوين دايرين به خايبين، راه اصدقاء الطفوله هما اللي كانوا معاه ملي كان كيلبس الكراس الورديين. مزيان. فاليوم جبت لكم خبر حصري. هما جوج ديال الاخبار، واحد كلشي ما داهاش فيه وواحد دابا غديوها فيه. تكلمنا على كاين واحد السيد صحفي سميتو ادريس فرحان، دار واحد بحث كبير ومعلومات جاتو بغينا نشاركوها اليوم. شوفوا معايا. غنذكروا الان تفاصيل السري اللي كان بين المكتب محاربه المخدرات الامريكيه المعروف بالقضيه والبارون احمد بن ابراهيم الذي كان يتعامل في السابق مع الامريكيين، لان كما تعلمون غنقولوها. وكذلك الاسماء اللي اعطاها المكتب القضيه، اعطى جميع الاسماء الكبار اللي تعاملوا معاه بالكوكايين في المغرب، سواء بالمحيط الملكي او الامناء العامين للاحزاب السياسيه. يعني سنذكر
في هذا اليوم أسماء الأمناء العامين اللي كانوا ضمن الشبكات، ووزير وزراء اللي كانوا كذلك. وغنتكلموا يروج في الكواليس أن قضية مكتب محررات طلب الملك محمد السادس رأس المستشار الملكي فؤاد علي همة، لأنه شكل واحد الكارتيل ديال الكوكايين بالمغرب وعلى المستوى الإفريقي. لهذا أصبح خطرا على الملكية المغربية بتحكمه في أمن وفي الدي اس تي وفي الأرجيل. تخرج عن سيطرته الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. إذن وكيف هذا الحزب بنى الأعدة ديالو من تجار، من زعماء مافيا العقار بكل مدن والقرى المغربية، وكذلك والقضاة، نواب الوكلاء العامين، قضاة طبعا الحال بحماية رسمية. هذه خصنا نقولوها للرئيس السابق للنيابة العامة محمد عبد النبوي والرئيس المنتدب لمجلس الأعلى، لأن محمد عبد النبوي يعتبر أحد أعضاء البنية السرية لحكم الآن المغرب بواحد الشكل عشوائي لا يمكن تصوره. كذلك غنتكلموا كذلك على ما يحدث في فاس مع الأسف الذي يسيطر على تجارة الكوكايين بمدينة فاس هم ضباط المصلحة العامة، الاستعلامات العامة والدي اس تي، وكذلك ضباط بالمنطقة الثانية يترأسهم الآدوري محمد اللي هو مسؤول الشرطة القضائية المنطقة الثانية، وغنتكلموا على التفاصيل. إذن أولا غنتكلموا على هذا البارون المالي للمخدرات. يعني هذا هو، أنا كنتمنى هذا هو بارون المالي للمخدرات أحمد الحاج إبراهيم. كما هو معلوم حنا كنا أول موقع نشر هذا الملف بدون يعني فقط إنسان يدخل لجوجل ويدير بحث، يدير طريق الكوكايين من المغرب إلى ليبيا ويعرف أن احنا نشرنا هذا الملف. إذن نحن كان عندنا الصبر في نشر تفاصيل هذا الملف 17 نوفمبر 2022. ما نعاودوش نذكر هذا الشيء، كل شيء كيعرفوا، رغم أن هناك بعض المدونين اللي عاد خلقوا، وكذلك صحافة الشرعي اللي خرجت كتدافع، الرمضانية على سبيل المثال خرج كيدافع على طرفة. هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو أن في اليأس أن أحمد المالي كان يتعامل مع المكتب المخدرات محمد المالي في الساحل الإفريقي. يعني لا يمكن، هذه معروفة على المستوى العالمي أن الأمريكا سواء روسيا أو مصر لا يمكن. كتشوف على مستوى الأعمال الصناعية دائما كبار تجار المخدرات كانت كتوفر لهم واحد نوع من الحماية، كتغمض عينيها مقابل تبادل المعطيات والمصالح. وما دام ان احمد المالي كان عنده هذا الحضور في الساحل الافريقي كان كيتعامل معهم. ولكن لما تعرف على البعيوي وتعرف على وعدوا انه لما يدخل المغرب الملك هذا الشيء قال له ان المستشار الملكي فؤاد علي همة غيحميه، والملك شخصيا يقدم له فيها ويوقف له امام الامريكان. ولهذا هو يعني تخلى عن الحمايه الامريكيه وتا الدرجة الأولى في المستشار الملكي فؤاد علي همة اللي قلنا هو الذي تحكم في المعلومة المركزية، لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاستخباراتي ولا على مستوى الخطوط ديال المخدرات اللي كاينة في كل المستوى الوطني. يعني هو يتحكم واللي يعطى هذا الملف وهو الجنرال حميد العنيقي. كنا سبقنا في ذيك الحلقة نشرنا ذاك التحقيق اللي داروا دريس ود القابلة. إذن الهمة هو رأس هو يعني شكل بدأ المسار السياسي ديالو بتشكيل واحد مافيا العقار، بداها من الحسيمة ومشات في منطقة بن قريب، إقليم الرحمنة، الدار البيضاء، الرباط، ومن بعد ما أصبحت مافيا العقار منتشرة في كل مدن القرى المغربية بحماية مباشرة من المستشار فلك وحزب الأسرار المعاصر. لدرجة لو إنسان قام دراسة ميدانية عادية يدير واحد دراسة ميدانية الفاس، الرباط، طنجة، مراكش، العيون، يشوف على أن زعماء مافيا العقار كلهم ينتمون إلى الأسرار المعاصر، وهذه ليس صدفة. كبار تجار الكوكايين ينتمون إلى الأسرار المعاصر بشكل أو آخر.
يعني حزب إداري يعني أصبح يشكل دولة داخل الدولة. وهذا ما قاله المفكر والمؤرخ حسن أوريد الناطق الرسمي للأصل الملكي في بداية العهد، قال أن هناك مافيا ديال تجارة المخدرات اخترقت في الدولة وحطت العناصر ديالها في مناصب القرار. شكون اللي دار هذا العمل؟ داروا المستشار فؤاد علي الهمة، لأن أولا الكومبيتون هو لا يحب المثقفين، لا يحب الصحافة المستقلة، ومهندس تحطيم الأحزاب وإضعاف الأحزاب الوطنية. بدأ من الاستقلال وكمل بالاتحاد الاشتراكي. أول ما هرسوا الاتحاد الاشتراكي لما داروا الصابونة لعبد الرحمن بعدما ضمن انتقال العرش بطريقة سلسة من الملك المرحوم الحسن الثاني إلى الملك الحالي محمد السادس في إطار حكومة التناوب الديمقراطي اللي كانوا فيها أحزاب الكتلة، الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية. إذا بعد ما 2002 داروا له الصابونة وجابوا دريج الجطو رجل أعمال يعني في الصباط الجلد. هذا معروف أنه يسيطر على سوق الصباط على جميع الأصعدة والمستويات. بالتالي هذا هو الوضع. إذا الأمريكان هو طاق بالهمة، طاق البعيوي والناصري ما هم إلا واجهة. الآن الصحافة المخزنية مشكلة في شوف تي في، في دي اس تي، معبرة في برلمان كوم، في الشرعي الأحداث المغربية كيحاولوا يصوروا على أن الملف الأساسي وهو يعني حاج ثابت جديد، وهذا غير صحيح. هذه عملية تمويه الرأي العام المغربي. باش الأصل أن هناك كارتيل، دولة داخل الدولة، دولة مشكلة من تجار الكوكايين ومن الأعيان الأميين ومن مافيا العقار سيطرت على الدولة المغربية على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، وعلى المستوى المركزي. وفيها أحد الأعضاء الأساسية هو الوالي عبد العال الفتيت بالمناسبة خدا أرض بطريق زعير، يعتبر من خدام الدولة. وهذا هو المقال اللي كنشرو الصحفي الاستقصائي الرفيع عمر الرضي اللي على إثره داروا له فيلم ودخلوه للحبس، لأنه هو اللي كشف خدام الدولة. شكون هما؟ والوزير الحالي عبد الفتيت، الأمين العام السابق إسماعيل العلوي اللي خدا 5 هكتار، أدريش الشقر، وقيادات ديال الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الاستقلال. إذا الأحزاب كلها متورطة في هذه مافيا العقار اللي منهم أصبحوا كذلك من شبكة الكوكايين بالمغرب. يعني هاد الأمناء العامين. كاين الأمين العام كذلك قلنا قيادي ديال الاتحاد الدستوري الفردوس اللي كان عطى 800 مليون للهمام باش ولدو يرجع وزير الاتصال والثقافة. كله كيتذكر شكون هو ولده اللي هو محامي. وكذلك نتكلموا على دريس الصقر. دريس الصقر خدا مكان عبد الوهاب الوفقي في تهريب المخدرات الى الجزر الكنارية بعد ما اغتيل عبد الوهاب الوفقي. اذا كاين الامين العام، كاين الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، وكذلك القيادي ديال فردوس باه ماشي الولد، وكذلك لا ننسى اسماعيل العلوي امين العام الكاتب السابق للتقدم والاشتراكية مع الاسف. اذا هذه هي الوجوه الخفيه، اذا باش الناس تفهم ان هذه الشبكه الهمه شكل دوله داخل الدوله، اصبح يتحكم صحبه الاميره مريم في شبكه الكوكايين على مستوى الوطني. ولهذا زوجوه لطيف عرفت اللي تعتبر الواسطه الرئيسيه في هذا الملف. اذا ما بقاش كذبوا عليه. اذا القضيه لما جلست مع بارون المخدرات لانه هو قالوا له 3 سنين 4 سنين غنصيفطو، هو تقبض في 2019 وبقى كينتظر، وتواصل معنا عن طريق سجين صاحبه كان معاه في الحبس الجديده. ياه اهم نقطه في الشيء كامل اللي قال ياك
هو مريم الامويه، مريم الكبيره في الخواتات اللي درت بيو بيو لسلمى الاقاويل وهذا. هما يخرجوا هي ما تخرج، هما عندهم الحق يخرجوا يبانوا، سلمى ما كتخرج. البناني اللي هي صهيونيه الاصل ديالها. اذا هي كدير الاشراف على هو وياها. الكوكانين الكوكانين لطيفه رأفت مسكينه. كان زواج ماشي مراهقه ولا حب، كان زواج باش نغطيو، حيت 3 مليار كتسميك تغطيه اللي هي تبييض الاموال. واو واو. يعني احنا المغرب كيستعمل، يعني من جات لديا المكتب لمحاربه الدنجال، من جاو للمغرب لان الدنجال اسود، فهمني، يقول هذا مسطي، جاو دوك يقول لك سيدي لا راحت الهمه دابا، ولكن في القمه هو اللي دابا، والمغرب وميمي مسكين مشى يغبر، مشى الامارات لسن غافوره دابا على الله مسكين، شحال من ليله هو كينعس على كرشو. المهم ماشي مشكل هذاك الشيء صافي تطلقوا منه، فماشي الملك اللي كيحكم، حنا عارفين هذا كان مسكين عبره هو جا الخلا كينعس على كرشو ومراهق، جاتو مسكين فاخواتاتو والاخرين هما اللي كيطحنوا كيديروا ما بغاو، الشعب كيقول عاش عليك عاش عليك، زعما الملك مسوق لك عاش عليك. فدابا من جا المكتب ياك كيدير تحقيقات لقى ان المغرب كيلعب في هادشي كامل، وهادشي معروف من زمان ان المغرب كيلعب في هادشي ماشي من دابا ولا هاد العام هذا ولا زمان نعطيكم دابا الدليل باش تعرفوا كلشي. ف تبييض الاموال وحده من الحوايج اللي كيديرها البارون ياك المالي وخطنا في الله، يعني كلشي داخل مع شي مغطي على شي مغطي على شي، وما يمكنش يعني انت لا كانسان عاقل ما يمكنش نقولوا حنا هذاك الانسان المالي ياك ذاك الحاج احمد بن ناس سميتو هو بوحدو كيدير شي كامل، لا حرام اصاحبي، هو بوحدو غادي يدخل المغرب وغادي يخرج من المغرب وغادي يصيفط لامريكا اللاتينيه وامريكا اللاتينيه تجيب لنا ودوزنا. حيت دابا حنا كنستعملوا المخدرات ماشي فقط باش نكلخوا بنادم ولا نصفيو او نصفيو البنادم، لا منه باش نديروا لاباس نصفيو البنادم ونتعداو على واحد الجيران عندنا اللي دابا غنخليكم باش تعرفوا مزيان. انا اريد ان اعرف نقطه جد حساسه، تقول ان الجيش يتعامل بالمخدرات، من كان يدخل المخدرات او ما زال يدخل المخدرات الى الجزائر عبر الحدود او عبر ربما المناطق التي يستطيع من خلالها ربما الإضرار بالشباب الجزائري وحتى الإضرار بالمجتمع الجزائري من خلال المخدرات المغربية؟ إغراق دولة عدوة ما بين مزدوجتين بالمخدرات داخل في سياق هذا ما يسمى بحروب الجيل الرابع. نعم. هذه مسألة معروفة، وبطبيعة الحال كاين مخطط ديال إغراق الجزائر بالمخدرات، يعني منذ مدة كاين مخطط ديال إدخال خصوصا الحشيش، ودابا مؤخرا حتى الكوكايين. هذيك الكميه اللي تم مسكوها مؤخرا في اسبانيا مساله مشبوهه، هناك رائحه مخطط لالصاق يعني التهمه بالجزائر. نعم، انا فقط اريد ان احاول اني من خلالك ناخذ شهاده، هل داخل الجيش انتم كضباط كان تصل لكم ربما اشارات او معلومات كنتوا توصلوا لها، ولكن للاسف انتم ما تقدروش تتحركوا على الاقل لانه ربما يدكم مربوطه، انه هناك مخطط ادخال او اغراق الجزائر بالمخدرات بايادي الجيش المغربي؟ نعم، بطبيعه الحال انا هذه المعلومه هذه وصلتني من عند ضباط، يعني ضباط اللي كنت كنعرفهم انا من لا بروموسيون تاعي، اللي كانوا كي يعني كان عندهم لي بوست في الحدود الشرقيه. والناس اللي كتعتقد ان فقط مريم او ميمي او لا العائله كلها متورطه. انا غنوريكم واحد المقتطف من الفيديو ديال الضابط المنشق عبد الاله عيسو، قال واحد الكلام اللي بزاف المغاربه دابا هذه دازوها، مرور الكرام كي ماشي معايا انا. شوفوا مزيان. نعم، انا كنت توليت القياده ديال هذه لا كومباني اللي كنت فيها، لان تم اغتيال القائد تاعي القبطان اللي كان في هذاك القبطان بانا الله يرحمه، كان ضربوا واحد الجندي بالرصاص، كانت عمليه تصفيه حسابات، وتوليت القياده انا ديال لا كومباني. وخلال هذاك الشهرين اللي توليت القياده ديال لا كومباني يعني بداو كيتصلوا بيا هاد البارونات ديال المنطقه باش يعني نواصل معاهم التعاون اللي كانوا يعني اللي كان يتعاون معاهم القبطان. وانا بطبيعه الحال رفضت،
واحد النهار وصلني خبر بان هذا حميد الديب، لان كان عنده ميناء، تصور ميناء خاص كان عنده قصر في واحد الشاطئ سميتو شاطئ سيدي قنقوش، فيه ميناء خاص. من تما كانت كتخرج يعني لي غربور كيخرجوا شارجين تمايا، وكان كتدخل الرمال، وجاب بعض الاليات الثقيله باش يحيد هذاك الرمال دون رخصه. وصلني الخبر ونزلت عنده تمايا يعني باش نحبس الاشغال. وجا عندي هو شخصيا، وبدا يعني كيحاول بور نيغوسي. قال لي حنا عندنا البطاقه البيضاء، عندنا كارت بلونش باش نديروا اللي بغينا ابار التجاره في السلاح، بحال هكا حرفيا. قالها لك وانت ضابط؟ وانا ضابط يعني ما خاف منك لان يعني قال لك بلا مزيدك يعني لان الكولونيل اللي فوقي انايا راه مشري، دونك انا ما غاديش يخاف مني عم بتي ليوتنون، ما غاديش يخاف مني. وهاد فاطمه الزهراء، انت هاد الاميره فاطمه الزهراء كنت كنشوفها انا بعيني كتجي عنده لتمايا الاقامه ديالو لهذا القصر، كنت كنشوفها بعيني كتدخل وتخرج من عنده هو من عند بارون اخر كان في القصر الصغير. هي عمة الملك محمد السادس فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء كانت هي الوسيطه ما بينهم وما بين القصر. اوكي، اذا فاطمه الزهراء عمة الملك كانت الواسطه بين كارتل المخدرات واللي كان فيها، يعني هي اللي كتحل لهم المشاكل. الا كان شي عرقله ولا هذا كتدخل هي بعض المرات كتدخل مباشره نعم. وش هي الفائده تاع القصر الملكي هنا؟ هل كان ياخذ فلوس من عند هذا الكارتل؟ بهذا الحال عندهم حسابات تاعهم برا، يعني كتوصلوا من الحصه ديالهم. كيف تظن ان هذه الثروه ديال محمد السادس يعني تضاعفت بهذه الطريقه يعني المهوله في ظرف يعني يقال ان الثروه ديالو 6 ملايير دولار ولا هذا كاذب. الثروه ديال محمد السادس تقدر تكون واصله لواحد 100 مليار دولار على الاقل. لا طبعا ما غاديش يصرحوا بالارقام الحقيقيه. نعم اكيد. هذا يتداول داخل الجيش المغربي انه ثروه الملك 100 لا احد يصرح يعني بالثروه الحقيقيه اللي عنده حتى شي واحد. ومحمد السادس يعني الثروه اللي عنده المصرح بها خاصك يعني الفو ملتيبليي بار 10. اي عمة الملك تدخل عند البارون، شنو كتقول ليه؟ كطيب ليه المسمن؟ كتسولو كتشقر عليه وهو قال شافها بعينه. داكشي راه في الدم، داكشي راه سلاله من العمه للخاله. غادي نوما تجاره معلم. سمعتي شحال ديال المليار عنده؟ فوق 100 مليار، ماشي الساد المليار هذاك الكذوب. واش الانسان عنده الفوسفات والحوت وجوج بحوره والذهب وباع الدنيا ورونها والكوبالت وما نعرفش، وتقول لي عنده الساد المليار؟ وعمركم شفتوا واحد انسان كيحب الوطن وكيبغي الخير لبلادو وكيصيفط فلوسو لبنما وسويسرا؟ علاش؟ كيبان لي بركه هكا الخرياشي. خويا الله يعفو عليك، حتى انا ما بغيتش ربي يعفو عليك ماشي مشكل، فالله يطليك الله يحشرك معاه. غير انت راه كتموت بالجوع، كتعرف كي كتموت بالجوع كتموت بالجوع. انت راك درهم ما لقيتيهاش، هو راه ديك درهم ديك الملايين ما بقى كاع هو راه كيمسح بهم شي بلايص ديك الملايين. ولكن الله يهديك اخويا حيت ما بغيتيش كلمه الحق. مول كاسيطا هو المجرم اللي قال كلمه الحق، هو اللي خصو يدخل الحبس. اما اللي كيسرقوا هذا الشيء كامل باقي ما تفيقوش المغاربه. ني نو نو تاج لا ما طاب بقاو ناعسين.